بتخطط تعمل حاجات كتير وفي آخر اليوم تلاقي وقتك وطاقتك اتبخروا في المعرفش ايه. ترجع من الشغل تقول هفصل نص ساعة بس على الموبايل، وتلاقي نفسك بعد كام ساعة لسه ماسك التليفون واليوم خلاص طار. دي مش مرقعة منك، ده فخ متصمم بمعلمة وكلنا بنقع فيه. المشكلة ان الاستمرار في استهلاك المحتوى مش بس بيضيع وقتك، ده بيعيشك في دوامة تسويف ملهاش آخر. وسنة من دلوقتي هتبص وراك وتلاقي نفسك واقف في نفس المكان، محلك سر. ما تقلقش، انا مش ناوي اضيع لك الباقي من يومك، ولا هطلب منك تنعزل عن بقية العالم او ترمي الايفون وترجع تمشي بنوكيا كشاف. بس في الدقايق اللي جاية هوريك ازاي الانغماس في السوشيال بيسبب اثر مدمر على دماغك وبالتالي حياتك ومستقبلك. وبعدين هعرفك على ممارسة بسيطة كانت زمان جزء طبيعي من يومنا ودلوقتي للأسف بقت عملة نادرة، هتساعدك تستعيد انتباهك، دماغك هتهدى وتركيزك هيبقى في حتة تانية حرفيا، ويمكن ترجع تتبسط زي زمان تاني. اسند ظهرك واديني انتباهك خمسة. في 2014 بروفيسور دان جيلبرت من جامعة هارفارد بينشر تجربة مهمة في مجلة ساينس. كل اللي عمله إنه جاب مجموعة من الأشخاص، قعدهم في أوضة هادية ما فيهاش مشتتات، لا تليفون ولا كتب ولا موسيقى ولا أي حاجة، وطلب منهم يقعدوا في هدوء تام لمدة 15 دقيقة بس من غير ما يعملوا أي حاجة. طيب فين التجربة؟ التركة إنه ساب لهم زرار كل مهمته إنهم لو داسوا عليه يتكهربوا، وطبعا مفيش حد طبيعي هيكهرب نفسه، فالدنيا أمان يعني. بس بعد شوية فوجئ دكتور دان إن بعض المشاركين بدأوا يدوسوا على الزرار ويكهربوا نفسهم. وعلى فكرة بحسب المشرفين على التجربة لسعة الكهرباء كانت بتوجع. التجربة دي على غرابتها كشفت لنا حاجة مهمة جدا، وهي إننا كبشر ممكن نعمل أي حاجة حتى لو هتأذينا علشان نتجنب الملل. والملل بحسب شغل دكتور دان هو إحساس بيظهر لما مبيبقاش فيه محفزات كفاية حوالينا، لا أصوات ولا صور ولا أي حاجة تشد انتباهنا، وساعتها انتباهنا بيتحول من الخارج للداخل. بنبدأ نسمع أفكارنا ونواجه مشاعرنا اللي غالبا بنكون مش مستعدين لمواجهتها. والحل الأسهل بيكون إننا نهرب لأي حاجة تشغلنا، أي حاجة تبعدنا عن الأفكار اللي نطت في وشنا فجأة. وطبعا مفيش أسهل من إنك تمد إيدك وتطلع تليفونك وتفتح الفيس أو انستجرام أو تيك توك وتتسحل فيهم ساعتين تلاتة، علشان بعدها تتفاجئ انك نسيت افكارك ومشاعرك ونسيت معاهم كل اللي كنت مخطط تعمله في يومك. ومش بس كده، ده انت كمان ركبت زحليقة تدهور قدراتك العقلية المهمة زي التفكير والذاكرة والإبداع، الحالة اللي معروفة النهاردة بتعفن الدماغ. تعال نفهم الأول المصطلح ده جه منين. في الحقيقة تعفن الدماغ مش مصطلح طبي، ولكنه مصطلح شائع لدرجة إن قاموس أكسفورد اختاره ككلمة العام لسنة 2024، ومعناه مش حلو. أبحاث كتير بتقول إن استهلاك المحتوى بشكل مفرط بيقلل إحساسك بقيمتك بنفسك، وكمان بيضعف مهارات أساسية زي التفكير والتخطيط واتخاذ القرار. الموضوع مش بس إن قعدتك قدام الشاشة كتير زيادة عن اللزوم، المشكلة كمان في نوع المحتوى اللي أنت بتشوفه. لما أغلب وقتك بيروح على محتوى تافه، رؤيتك للواقع اللي أنت عايشه بتتشوه، ونظرتك لنفسك وحياتك بتختل بسبب المقارنات وتأثير الهالة وتحيزات كتير. ومع الوقت ده بيخبط جامد في صحتك النفسية. ولما بقول محتوى تافه أقصد المحتوى اللي مش بيحفز دماغك بشكل إيجابي، محتوى بيخليك تتفرج وبس من غير ما تستخدم انتباهك أو تحلل أو تربط أفكار ببعض أو تستنتج معلومة جديدة. من الآخر محتوى بيشغل دماغك على وضع الزومبي، ومع الوقت الوضع ده بيقلب لإدمان حقيقي، لأن تطبيقات السوشيال بتضرب على نفس الأوتار اللي بتخلي أي حاجة تسبب الإدمان. أولا متاحة معاك 24 ساعة، يعني حرفيا نطالك في بنطلونك. ثانيا محتوى ملوش آخر، وفلاتر ولايكات ما بتشيلش رجلها من على دواسة الدوبامين، وتجديد مستمر يخليك دايما مستني إيه النكست. والنتيجة نظام المكافآت في دماغك بيختل وبيفضل يطلب جرعات دوبامين سريعة وكمان من النوع الرخيص. تقدر تقول إن تليفونك بيتحول لمحلول وريدي بيديك جرعات متعة وهمية من غير توقف ومن غير حتى ما تطلب، وده عكس الملل أو السكون زي ما أنا بحب أسميه. في 2014 برضو نشرت عالمة النفس ساندي مان تجربة بسيطة جدا عن الملل. جابت المشتركين وقسمتهم لمجموعتين، مجموعة كل مهمتهم إنهم ينقلوا أرقام تليفونات من دليل التليفون لورقة خارجية، مهمة في منتهى الملل يعني، ولو مش عارف إيه هو دليل التليفون روح اسأل حد كبير. والمجموعة التانية اللي هي مجموعة الضبط كانوا سايبينهم من غير أي تكليف. وبعد كده ادت لكل المشاركين كوبايتين بلاستيك وطلبت منهم خلال 3 دقايق يكتبوا أكبر عدد من الاستخدامات للكوبايات دي
غير الشرب طبعا. دكتورة ساندي اكتشفت ان المجموعة اللي تعرضت لحالة الملل خلال التجربة، اللي كانوا بينقلوا التليفونات من الدليل، قدمت افكار واستخدامات ابداعية اكتر بكتير من مجموعة الضبط، واتضح لها ان التعرض للملل فعليا شغل خيالهم وخلى دماغهم يفكر بشكل افضل ويتعامل مع التحديات بشكل اسرع. وواضح اننا محتاجين لحظات السكون دي علشان نقدر نستخدم ادمغتنا بكفاءة تضمن لنا حياة افضل. وواضح كمان إننا محتاجين نوقف سيل المحفزات اللي حوالينا علشان نقدر نعمل كده فعلا. لما نقفل حنفية المحتوى، زي إنك مثلا تنسى تليفونك في أوضة تانية وتكسل تروح تجيبه، عقلنا بيعمل رد فعل طبيعي جدا، بيسرح. ولو سبت عقلك يسرح شوية هيبدأ يوجه انتباهه للجزء الأعمق من نفسك، واللحظات دي بتسمح لدماغك إنها تهدى بدل ما تفضل شغالة بكامل طاقتها على الفاضي. لما تعيش الملل بشكل مقصود وبجرعات مقبولة بتعمل ريست طبيعي لدماغك. لما بتتقبل لحظات السكون دي القلق بيهدى ودماغك بيشغل نظام اسمه شبكة الوضع الافتراضي، ودي بوابتك للتفكير العميق والإبداع. من غير اللحظات دي بقى دماغك بيفضل عايش على تحفيز سطحي وبس، وجزء كبير من متعتك بتنحصر فهشوف ايه لما اعمل سواب اب. وده بالظبط المسار اللي بيوصلنا لتعفن الدماغ. والحل أبسط مما تتخيل بإذن الله. النهاردة حوالي 85% من عمليات تصفح السوشيال بتتم عن طريق التليفون، وده بيسمح بوصول مستمر لكل صانعي المحتوى والأخبار والمعلنين لانتباهك، اللي هو أصلا بعافية. اللي أنا عايز أقوله لك إن التليفون هو المشكلة وهو كمان الحل. كل اللي محتاجين نعمله هو إننا نحد من وصولك أنت للتليفون، وبكده نقطع الطريق اللي هما بيوصلوا لك منه. بس إزاي؟ لا تقلق، أنا وعدتك إني مش هطلب منك تنعزل عن العالم ولا تتخلص من تليفونك. أول حاجة لازم ترجع تتعلمها هي فن الولا حاجة. من الآخر لازم ترجع تكتسب القدرة على إنك تقعد مع نفسك من غير أي مسكنات، لا تليفون ولا نتفليكس ولا بودكاست ولا حتى كتاب مفيد. انت ودماغك وبس. تجرب تسمع صوت افكارك بدل دوشة العالم اللي حواليك. تختار انك تعمل ميوت للاخبار اللي انت ملكش يد فيها ولا عندك القدرة انك تغيرها، وتختار انك تركز على نفسك وعلى الناس اللي يهموك بجد، وتسيبك من متابعة اخبار كل من هب ودب. ابدأ ب 15 دقيقة بس في اليوم، حط موبايلك على الشاحن واقعد مع نفسك في أوضة تانية واسرح. في الأول هتحس إنك تايه وإن في حاجة ناقصة. استحمل اللحظات دي لأنها مجرد صدمة البدايات. اقعد واسأل نفسك، عايز تحقق ايه في السنين اللي جاية؟ في شغلك، في حياتك العاطفية، في صحتك؟ ايه اللي مأجله وعايز ترجع تشتغل عليه تاني؟ وايه اللي محتاج منك شوية تركيز؟ ابدأ وسيب الأفكار تجر بعضها، اسرح واستمتع. طيب وبعدين؟ ده هيكون ربع أو نص ساعة أو بالكتير قوي ساعة في اليوم. طب وباقي اليوم هنعمل ايه؟ اولا ما تستقلش بتأثير فترات السكون دي على جودة حياتك. ثانيا باقي اليوم هنحاول نقلل مش نمنع وصولك للتليفون، ودي شوية افكار ممكن تساعدك. خصص وقت في يومك ممنوع فيه التليفون، وليكن ساعة قبل النوم وساعة بعد ما تصحى. اقفل كل النوتيفيكيشنز بتاعت السوشيال علشان انت اللي تروح لهم بمزاجك ووقت ما تحب، مش هما اللي ياخدوك من حياتك وقت ما هما يحبوا. خلي الكنترول معاك انت. وزي ما الحاجة ربنا يديها الصحة بتروق الشقة في الويك اند، انت كمان محتاج تروق اكونتاتك كل اسبوع، تلف لفة على الفيد بتاعك وتعمل انسبسكرايب وانفولو لكل الناس اللي انت شايف ان هم مش مفيدين ومش بيقدموا حاجة ليها معنى بالنسبة ليك. ممكن كمان تعيد ترتيب ايقونات البرامج، تبعد برامج السوشيال من على الشاشة الرئيسية وتحطها في فولدر لوحدها بعيد علشان ما تبقاش في وشك كل ما تحب تستخدم الموبايل. كمان اعمل وقت مخصوص للتصفح، حدد ساعة أو ساعتين في اليوم بعد ما تخلص الحاجات المهمة اللي وراك علشان تكون على تواصل مع محيطك الرقمي وما تبقاش اوت ديتد. وده اللي بنسميه جيلت فري ليجر تايم أو وقت فراغ خالي من الذنب. ما هو الذنب هيجي منين؟ انت اصلا خلاص خلصت اللي وراك. طيب والوقت اللي هتوفره من بعدك عن التليفون ما ينفعش تسيبه فاضي، لانك في البداية اول ما تحس بالزهق جسمك هيتصرف لوحده، هتمد ايدك على الموبايل زي ما كنت دايما متعود. علشان كده لازم تشغل الوقت ده بحاجة مفيدة ليك. ادخل كورس يطور مهارة من المهارات الأساسية، المهارات اللي هتخدم عليك في كل نواحي حياتك، زي تعلم لغة، تواصل فعال، تفكير نقدي، اتخاذ قرار. اي حاجة. مارس اي رياضة انت بتحبها، ولو مفيش ابدأ بالمشي، مش محتاج معدات ولا اشتراك. كوتشي مريح، ازازة مية، والاسفلت مستنيك. اقرا اي حاجة ليها علاقة بشغلك او بالتخصص بتاعك
علشان تطور نفسك فيه، حاجة تخليك جاهز للفرص اللي بتظهر فجأة. اعمل أي نشاط يزود وعيك ويخدم على مستقبلك ويمنعك من الرجوع لدوامة السوشيال تاني، وهسيبك انت وخيالك. دلوقتي احنا اتكلمنا عن أهمية لحظات الملل أو السكون، واتكلمنا كمان عن خطورة الانغماس في استهلاك المحتوى السطحي، بس استرداد الانتباه لوحده من غير توجه واضح مش هيدينا الفايدة القصوى. احنا محتاجين نبص لقدام شوية ونتعلم مهارة مهمة، المهارة اللي من غيرها كل اللي قلناه قبل كده هيفضل فايدة إلا ربع: مهارة وضع الأهداف. من غير أهداف واضحة أي وقت هتسترده من السوشيال ممكن ببساطة يضيع في أي بربق تاني. الفيديو ده هيساعدك تحط أهداف تبقى بوصلة ليك، ترجعك في كل مرة تحس فيها إن أنت تايه. وبس كده. تحياتي لكل اللي تحدوا الأمر الواقع وصنعوا واقعهم الخاص. انتوا أجمد ناس. سلامات.